هلا والله معاكم يب بندر ومستر فيفا أو بدر أو أبو داحم أو سعد، تعددت الأسماء ولكن عشان ما ألحس مخكم بسميه بهذا المقطع مستر فيفا. طيب بعد مقطع شونغ والتحدي الصندوق طلع مستر فيفا وتكلم عن كيف انه كان مظلوم بالموضوع القديم، الموضوع اللي كان عبارة عن فلوس، وانه بدر او مستر فيفا اخذ فلوس من اليوتيوبر وسحب عليهم او نصب عليهم، فهل هو فعلا مظلوم؟ وشو هو الكلام اللي حكاه بتحدي الصندوق مع شونغ؟ طيب قبل ما نبدا لازم اني احكي واوضح انه انا راح ابدا مع مشكلة بندر ومستر فيفا على طول، يعني ما راح ابدا بكلام تأسيس كلان مالتي جيمرز او اي شيء عن هذا، لا راح ادخل دوري بالموضوع وبالمشكله، وبدخل بالمشكله اللي صارت مع بندر بالرياض. لكن اكيد قبل ما نبدا ما راح استعجل وما راح انسى هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع، الله يسعدكم يا رب، والله انكم كل تعليق بتضيفوه على المقاطع انه بيسعدني وبيفرحني بشكل مستحيل تتصوروه، فشكرا على دعمكم، وبعرف اني مقصر بحقكم ولكن انتظروا المقاطع القادمه باذن الله انه اللي جاي اقوى. والان خلونا نبدا. طيب بداية في ناس قليل سمعت انها بتقول عن الموضوع دراما وبس، وانا بصراحة بختلف معاكم تماما، لانه الموضوع قديم ومات من زمان، ولو كان دراما ما كان قعد سنوات طويلة قبل ما يرجع ينفتح، فموضوع انه هذا الموضوع دراما خلينا نحطه على جنب، لانه موضوع كبير ويعني ما اتوقع انه دراما ابدا، مستحيل يكون دراما. طيب بداية المشكلة كانت لما بندر قرر يسافر وينتقل للرياض عشان يزيد من دخله، لانه كان في فرص بالرياض مستحيل يلقاها بجيزان، فقال لك انا بنزل على الرياض بزيد دخلي والفرص اللي بتيجيني. ولكن بعد ما حصلت مشكلة بين بندر ومستر فيفا واللي حكاها بندر بقصة الرياض، ثقة الناس بسعد او بمستر فيفا انهزت وصار مكروه من كثير من الناس، وبدون ما تسمع حتى للطرف الثاني. وفي المقابل كان في ناس لسه حابة تسمع رد من مستر فيفا، ولكن هذا الشيء ما حصل للأسف، كانت حابة تسمع تبرير او رد من مستر فيفا ببرر فيه عن حاله او ببرئ فيه حاله، ولكن عدم الرد خلى الناس تصدق الموضوع اللي صار، وتصدق انه فعلا مستر فيفا ممكن يكون عامل الشيء اللي حكاه بندر بمقطع. وطبعا ما راح احكي عن كل هاي الاشياء والتفاصيل والشيء اللي صار مع بندر بالرياض، لانه حرفيا بندر منزل مقطع كامل بعنوان قصة الرياض، فانت روح وشوف هذا المقطع كامل عشان تفهم الموضوع بالكامل، او لو انك نسيان الشيء اللي صار، عشان ما يطول المقطع ما راح احكي كثير عن الموضوع، فانت روح شوف المقطع. كمان بنفس الوقت الناس راح تفهم بشكل اكبر من انه انا اجي وانقل كل شيء صار بالمقطع اللي هنيك واحكي لكم اياه هون، يعني الناس تفهم اكثر لو راحت شافت المقطع بذات نفسها وشافت الاشياء اللي تكلم عنها بندر. فيب روح شوف المقطع وبتعال بعدين كمل هذا المقطع. طبعا بعد ما بندر تكلم عن الموضوع وعن مستر فيفا طلع وحكى كيف انه ما كانت نيته التشهير ولا اساءة سمعة مستر فيفا، وانه هو حتى ما ذكر اسماء بالمقطع او ما كان بده يذكر اسماء، وباين انه ما كان قصده الموضوع يوصل لهاي الدرجه. ولكن للاسف الموضوع بعد ما بندر تكلم كبر كثير، وفي ناس تانية طلعت وتكلمت عن الموضوع، وواحد منهم اسمه سلو اللي حكى انه ما قدر يجيب اغراضه من المكتب، وفي ناس غيرهم كمان طلعوا حكوا، وفي متابعين طلعوا حكوا انه فازوا بجوائز ولا استلموها. وما بعرف صراحة لو هذا الموضوع صح او لا، او انه بس دراما من المتابعين او من الناس، فاكتبوا له انتم رايكم بالتعليقات، يعني هل تتوقعوا هذا الشيء فعلا صار وفعلا في متابعين ما استلموا الجوائز تبعونها، ولا الموضوع كلياته بس دراما والناس حبت تسوق مع الموجة عشان ممكن تكون ناس بتكره سعد فقررت انه تحكي عن الموضوع بهذه الطريقة. اوكي طبعا هاي المشكلة الاولى، والان انتم سمعتوها من طرف واحد، من طرف بندر والناس اللي انظلمت، ولازم الان ننتقل ونحكي عن الكلام اللي سعد حكاه، اللي صراحة انا شخصيا بشكر سعد انه طلع وحكى عن الموضوع، ولو انه بشكل متأخر، ولكنه طلع وبرر للمتابعين وورجى للمتابعين الشيء اللي صار معاه، والله شكرا يا سعد يعني. واللي ما بيعرف واللي ما شاف المقطع الى الان، فسعد او مستر فيفا، والله اني غبي من بدايه المقطع قلت لكم بناديه بس مستر فيفا، والان صرت اناديه سعد، معلش يا جماعه الخير اعذروني، المهم انكم فاهمين وعارفين الشخص اللي عم بحكي عنه. طيب سعد نزل مقطع مع شونغ من يومين، وخلال هذا المقطع كان سعد لازم يحكي عن المشكله او انه بيخسر الخزنه، وفعلا سعد طلع وبرر وتكلم عن الشيء اللي صار معه، وانا متاكد انه سعد تكلم عن الموضوع بس عشان حق متابعينه عليه، وكيف انه فعلا متابعينه إلى حق، وخصوصا الناس اللي بتحبه تعرف الموضوع وتعرف انه هو بريء وما حكى وتكلم بس عشان الخزنه. وللمعلوميه انا لا اقف مع اي طرف من الطرفين، انا بس حاب بحاول انقل لكم القصه وانتم تشوفوا تكتبوا لي رايكم بالتعليقات، واللي حابب يسمع رايي فتابع المقطع للنهايه، باخر المقطع بحكي رايي. فيعني بتمنى عدم الغلط والسب بالتعليقات والانتقاد، فيعني يا ريت لو نكون شوي راقيين بالتعليقات ونعكس تربيتنا الجميله في التعليقات. طيب راح اترككم الان مع مقطع سعد اللي تكلم فيه عن المشكله، وتكلم فيه كيف انه هو كان مظلوم بالموضوع، واتكلم عن تفاصيل كثير نحكي فيها بعد ما نشوف المقطع. طيب اول شيء العذر والسموح من الجمهور، هذا دائما
في بالي من أول، لكن يا أبو شاي وأنت أدرى مني، أحيانا حياتك تمر بخيارات تختار، يا أنك تتكلم عن أخوياك وتهجر أخوياك وتكفر بالعشرة، تبدأ تتكلم عن فلان وعلان عشان تنظف صورتك، أو أنك تبعد وتتجنب الإساءة لأي أحد. أنا اخترت الخيار الثاني، تجنبت. طبعا ما طلعت أتكلم في الموضوع هذا أبدا نهائيا، ولا اللي متكلم عنه بعد ذي الله يسامحك، لكن نعم تأثرت نفسيا. مو أبو شايع، انا فاهم. انا يا احمد لا ما أنت فاهم. بعد 21 سنة انفصلت عن زوجتي، تخيل، ما أنت متخيل بالضبط. ففي أشياء كثيرة ما أقدر أقولها لك، لكن اللي أقدر أقوله لك بس وبثقة مستعد أعطيك كشف حساب الشركة من فتحتها لين قفلتها، مستعد أعطيك أي أوراق تطلبها مني، لكن مستحيل إني أطلع على اليوتيوب أو أطلع على أي منصة إني أتكلم في أحد، مستحيل. اللهم بالذات واحد أو أشخاص عشنا معهم فترات، مهما كان الموضوع مهما كان الموقف، لا تخاف. الحمد لله إننا نخاف الله وربي فوق يحاسبنا قبل كل. تخيل واحد يجي لولدك يقول لك أبوك سراق، اعوذ بالله يا ابو ذر، ترضى؟ لا ورب الكعبه. بالضبط. الحمد لله ولدي كبير وفاهم. فالأمور هذه يا صاحبي عشان كذا ما حبيت أتكلم عنها. في صورة ابو دحم، يعني معلش لو اني مكانك المفروض اني اطلع اوضح الصوره من جديد. ليش أوضح؟ عشان الناس ما تبدا تفكر تفكير سلبي، تحط في راسها اعتقادات. صاحبي المفروض اني سارق 500,000 مليون، بيسكت في نظام. ايش فيك انت؟ انا مستعد اعطيك حساب الشركه مفتاحنا لين قفلنا. وهذا الموضوع هو السبب اللي خلى كل شيء عند مستر رضا يتوقف. تذكر بندريتا لما نزل فيديو؟ نعم والله انا مستعد احلف انه ما كان ينوشر، وانه ما كان يتوقع ردة الفعل هذه. انا مستعد اجزم واحلف. ليش؟ الولد عارفه من سنين، مستحيل. لكن ما صاحبه من بعدها، طلع فلان يتكلم وطلع علان وطلع هذا صار محتوى للناس. صادق. ارد على مين واترك مين واخلي مين؟ ليش ازعج متابعيني مع اني مقصر معهم وانا اعتذر على هذا الشيء؟ لكن يعلم الله ان عندي مبادئ مستحيل اتخلى عنها، لان اي شخص يتخلى عن مبادئه راح يتغير عليك 180 درجه. ف هذا الجواب بكل اختصار. طبعا مثل ما شفتوا مستر فيفا ما انكر انه كان في تاخير، ولكن السبب كان فتره كورونا. السبب صراحه منطقي، خلونا نفكر فيها بعقلانيه. وقت كورونا حرفيا شركات كبيره افلست وسكرت، شركات اكبر من شركه سعد بمليون مره، حرفيا صارت معها ظروف ماليه وعوائق واشياء ثانيه. فسبب منطقي انه تاخر عن الدفع، يعني سبب منطقي صراحه، لانه كورونا حرفيا نكبت الجميع، نكبة الكل يا حبيبي، حتى اللي ما عنده شركة انتكب. وأما بالنسبة للمبالغ فمستر فيفا واثق ووضح إنه هو الصادق، وإنه في حوالات، وإنه مستعد يجيب أوراق من البنك بتثبت هاي الحوالات، أي إنه يعني دفع لكل شخص حقه ورجع الفلوس لأصحابه. ولكن سبب سحبة سعد أو قطعته عن الإنترنت ما هي بسبب بس إنه في ناس إلها فلوس وهو سحب عليهم عشان إيش؟ إنه ينصب عليهم قال لك وإنه هو نصاب. لا 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 لا، السبب كان بكل بساطة أكبر من هيك وأعمق من هيك، لأنه مثل ما هو ذكر وحكى أنه هو دفع المبالغ وعنده إثباتات ودلائل. ولكن سبب السحبة والقصة الحزينة اللي صارت مع سعد هو أنه زوجته اللي كان إلها معه أكثر من 20 سنة، متخيلين معي أنتوا يا جماعة الخير؟ يعني 20 سنة، 10 مثل ما بسموها 10 عمر، أوكي؟ قررت زوجته تتركه بسبب السمعة اللي لحقت سعد بأنه هو نصاب وأنه هو نصب على كثير من الناس. قررت انها تتركه. فالموضوع والله بيأذي كثير، وحرفيا كثير يعني مستحيل تتخيلوا قديش الموضوع مؤذي. وغير كل هذا تخيلوا معي انه ابنه بالمدرسة او بالجامعة كانوا الناس يتنمروا عليه ويحكوا له انه ابوك حرامي. يعني والله ماني عارف شو بدي احكي، يعني كمية مشاعر تحس انه والله ما في تعليق صراحة، ما في تعليق. الاشياء اللي مر فيها سعد بدون ادنى شك اشياء صعبة وسبب منطقي للسحبة. اتوقع اي شخص تاني مهما كان ساطي ومهما كان
شخص شخصيته قوية وبقول لك أنا لا حبيبي ما راح أسحب وما بهتم لكلام الناس، صدقني انه كان راح يسحب وكانت راح تتدمر نفسيته وكان راح يتعب. لا والحمد لله انه سعد رجع. في ناس كان ممكن تختفي للابد لو صار معها نفس الشيء اللي صار مع سعد. اوكي الان انا بعرف انه بندر والناس اللي طلعت حكوا يمكن ما تكون نية انه يسيئوا لسعد ويدمروا حياة سعد بهذا الشكل، ويمكن لو كانوا عارفين انه الموضوع راح يوصل لهاي الدرجة ما كانوا طلعوا حكوا من الاساس. يعني زي بندر انا متاكد انه لو كان عارف انه الموضوع رح ياخذ هاي الابعاد فما كان طلع وتكلم عن الموضوع ابدا، ولكن للاسف صار اللي صار وصار يعني الشيء اللي صار وما عارف شو بدي احكي. ولكن الحمد لله انه سعد رجع وبشكل اقوى مع باور. شكرا لكلام باور انه رجع لنا سعد من القدامى الاساطير في اليوتيوب صراحه، والناس اللي انا شخصيا بستمتع وانا عم بتابع. اوكي الان خلوني اعطيكم رايي عن الموضوع. بصراحه انا بصراحه يعني اكون معكم واقعي، سوء الفهم بيحصل بكل مكان حتى مع اقرب الناس إلك، يعني عائلتك او اهلك طبيعي جدا يحصل سوء فهم بينك وبينهم، تمام؟ ولكن انا بشوف الغلط الكبير اللي صار هون انه لو فعلا هاي الناس وصلتها الحوالات حتى لو بوقت متاخر كان المفروض تطلع وتاكد ان الحوالات وصلتها، لانه الناس كانت مستمره بانتقاد سعد حتى بعد ما اختفى، لدرجه انه في ناس وفي يوتيوبرز نزلوا مقاطع عنه قبل تقريبا سنه او 11 شهر او 12 شهر تقريبا يعني، وممكن لو طلعوا وتكلموا اول ما استلموا الحوالات ما كانت راح تصير كل هاي الاشياء لسعد. فانا هذا رايي بصراحه بالموضوع، لانه حرفيا ما فيك تنتقد اي شخص فيهم على سوء الفهم اللي صار. سوء الفهم بيحصل بأي مكان وأي شخص ممكن يصير معاه ظروف، ولكن الأشخاص اللي ما طلعت وحكت فيما بعد ما استلمت الحوالات في حال إنها فعلا استلمت الحوالات، هون أنا بشوف الغلط بصراحة. وأما بالنسبة لمستر فيفا فيعني شكرا والحمد لله إنه حياته صارت أفضل واستقرت بعد المأساة اللي صارت معه. يعني الموضوع بالكامل زي كأنه أنت وأخوك صار سوء فهم بيناتكم، ولكن بعد ما اتضح سوء الفهم هذا يعني ما حدا فيكم تكلم عن الموضوع او ما حدا فيكم صالح الثاني او يعني بدر منه شيء. فانا هون بشوف الغلط. كان المفروض انه بندر او الاشخاص يعني اللي صارت معهم هاي الاشياء بعد ما سعد دفع لهم الحوالات يطلعوا يحكوا، خصوصا انهم حكوا عنه من قبل وحكوا عن الحوالات اللي ما وصلتن وحكوا كيف انه انتصبوا بطريقة او باخرى. طيب اما رايي الثاني عن الموضوع فانا بخاطري بصراحة بخاطري لو بندر بيطلع وبيحكي عن الموضوع او اي شخص تاني من الاشخاص اللي كان بدهم فلوس من سعد، حتى لو الان بيطلعوا صدقوني لو سمعنا من الطرف الثاني مرة ثانية تختلف الأمور وممكن تنحل المشكلة بالكامل. فبتمنى لو بندر أو أي شخص ثاني يطلع ويحكي عن الحوالات إنه فعلا وصلتهم وفعلا استلموها ويأكدوا الشيء اللي حكاه سعد، بالرغم من إني أنا شخصيا أميل لجانب سعد لأنه ما له مصلحة يكذب ويقول لك أنا معي أوراق وإثباتات بتأثبت إنه كل شخص استلم الحوالة تبعه لو ما كان فعلا معاه. فبتمنى بصراحة يعني لو بندر بيطلع وبيأكد هذا الشيء وبيأكد سوء الفهم يعني اللي صار. وبس والله هذا كان مقطعنا لليوم. بعرف اني سحبت عليكم لفترة مو قليلة أبدا، ولكن كان عندي ظروف الخاصة صدقوني، وإن شاء الله يعني بحاول قدر المستطاع أصير أنزلكم مقطعين أو أكثر بالأسبوع. ولكن أكيد قبل ما أنهي المقطع يعني قدر تعبي بالمقطع، حط لايك لو ما كنت حط لايك للآن. خلونا نوصل المقطع ل 200 لايك. أتوقع تقريبا أول مرة بطلب منكم 200 لايك بالمقطع، فبتمنى توصلوا 200 لايك بالمقطع. وأكيد لو مالك مشترك اشترك في القناة. ما أتوقع أننا نوصل 20,000 قبل نهاية السنة، ولكن علينا شرف المحاولة. فاشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وتابعنا على الانستغرام بنزل أشياء رهيبة سواء عن المباريات أو عن الأنمي أو عن القناة بشكل عام. فيعني روحوا تابعني هناك. وبس والله كان معكم داي وبيس. مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا. ها قد آن الأوان لنلون أحلى الأمنيات.